السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني متوسط. اليوم راح نحل وياكم أسئلة الامتحانات النهائية للصف الثاني المتوسط لمادة اللغة العربية. طبعا كثير من الطلاب اليوم طلبوا مني أن أحل لهم حتى يتأكدون من درجتهم. بدون أي مقدمات، طبعا هاي الأسئلة راح أني أنشرها على القناة، فأنتوا راح تستفادون من عندها على مر العصور إن شاء الله. أنتم طلاب الصف الأول المتوسط، هاي أيضا راح تفيدكم للسنة الجاية. قواعد اللغة العربية عليها 35 درجة. السؤال الأول فرع ألف، قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ هذه الآية. السؤال عليها: في الآية استفهام، استخرجيها وبيني نوعها. الاستفهام هو الهمزة، نوعه حرف. 2. ورد نداء، استخرجيه وبيني نوعه. النداء يا صاحبي السجن، نوعه مضاف. 3. لما حذفت النون في كلمة يا صاحبي؟ حذفت النون عند الإضافة، تحذف النون عند الإضافة. 4. ورد جمع تكسير، بيني وزنه ونوعه. الجمع التكسير في الآية أرباب، وزنه أفعال، نوعه جموع القلة. باء، فرع باء عليه 3 درجات. جاد الحق، كيف تجمع كلمة جاد الحق؟ وحسنا. فكلمة جاد الحق لا تجمع، لذلك لازم نجيب قدامها فد كلمة مجموعة، ذو جاد الحق أو ذوي جاد الحق. زين، حسناء شلون أجمعها؟ حسناء تصير حسناوات. هذا بالنسبة لسؤال الأول عليه 10 درجات. السؤال الثاني فرع ألف، قال تعالى: لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، عليه 11 درجة. 1. ورد ممنوع من الصرف، استخرجيه وبيني سبب منعه. الممنوع من الصرف هو يوسف. سبب منعه لأنه اسم عربي ويعامل معاملة الأعجمي. زين. 2. ورد جمع مؤنث سالم، استخرجيه وبيني علامته. فجمع المؤنث السالم هو آيات، علامته الضمة الظاهرة. فرع باء، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ورد فعل مضارع مبني، بيني سبب بنائه. الفعل المضارع هو يذهبن. شنو سبب بنائه؟ لأنه متصل بنون النسوة. 2. اعربي ما تحته خط. كلمة الحسنات شنو إعرابها؟ الحسنات قدامها إن، لذلك إيش راح تكون؟ اسم إن منصوب بالكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فرع جيم، لما جمعت شاهقات جمع مؤنث سالم، بينما لا يجوز أن تجمع كلمة معاوية جمع مذكر سالم؟ ولما منعت بيضاء من الصرف؟ الإجابة: شاهق صفة لما لا يعقل، لذلك جمعت جمع مؤنث سالم. بينما معاوية اسم علم منتهي بالتاء المربوطة، وكل الأسماء المنتهية بالتاء المربوطة لا يجوز جمعها جمع مذكر سالم. بينما بيضاء هو على وزن فعلا، لذلك منع من الصرف. سؤال 3 فرع ألف، أجيبي مما يأتي عما يأتي. 1. كرم المدير المتفوقين. ابني الجملة للمجهول. شو تصير؟ كرم المتفوقون، المدير نحذفه
والمفعول به يتحول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. 2. أشيري إلى الحال في قولنا جاء أحمد راكبا دراجة. وين الحال؟ الحال راكبا. زين. 3. العاملات يعملن بإخلاص. اجعل الفعل المضارع المبني معرب. تعمل العاملات بإخلاص. 4. وكلم الله موسى تكليما. أشيري إلى المفعول المطلق. المفعول المطلق تكليما. 5. زن كلمة واحدة. منطينكم كلمتين، منطينكم انتصار أو عمار، يا اللي اختاريتوها. انتصار على وزن افتعال، الحركات مهمة جدا، وعمار على وزن فعال. زين. 6. جاء أخ كريما. جاء أخوك. ما علامة ما تحته خط مع ذكر السبب؟ ترك واحدة. أخ علامته الضمة الظاهرة لأنه لم يضف إلى أي شيء، بينما أخوك علامته الواو لأنه أضيف إلى ضمير. باء. اعربي ما تحته خط. الإجابة عن 2 فقط. أكرمت الضيفين كليهما. فكليهما راح يكون شنو ما إعرابها؟ توكيد معنوي منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف، وهما ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. 2. جلست بين الأشجار. الأشجار راح يكون مضاف إليه مجرور بالكسرة. زين. 3. كم طالبا في الصف. طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح. هذا بالنسبة إلى القواعد. أنتوا شنو إجابتكم بالقواعد؟ شو تقولون؟ جاوبتوا علي؟ إيش قد راح تاخذون؟ حسبوا درجتكم وكتبوا لي والله بالتعليقات وفرحوني بنجاحكم. يلا. سؤال 4 اللي هو شنو ماما؟ فرع الإملاء اللي عليه إيش قد؟ 15 درجة. اكملي كتابة الهمزة مع ذكر السبب. ترك واحدة. المبادئ. شلون راح تكتب الهمزة؟ تكتب هكذا، المبادئ. لماذا كتبناها هكذا؟ لأنه مكسور ما قبلها. شوفوا لي هذه الدال مكسورة. جزء. شلون تنكتب الهمزة؟ هكذا. ليش؟ لأنه ساكن ما قبلها. لؤلؤ تكتب هكذا لأنه مضموم ما قبلها. بيني سبب كتابة الهمزة على هذا الشكل. ضوء. لماذا كتبت هكذا؟ لأن ما قبلها ساكن. زين. يجرؤ. لماذا كتبت الهمزة هذا على هكذا؟ لأن ما قبلها مضموم. جيم. لما كتبت الهمزة على الأشكال الآتية؟ تأخر. لماذا كتبت هكذا؟ لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح. رؤوس. لماذا؟ لأنه الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم. زين. مملوءة. لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن. زين. الكلمات الآتية بالخط غير القياسي اكتبيها بالخط القياسي. الليل. شلون تصير دبل لام الليل. بعد شنو عندي يا سفي. يا سفي شلون تصير يا أسفي. بعد شنو عندي الصلاة. شلون تصير هيك الصلاة. بعد شنو عندي سأريكم. شلون تصير على هكذا سأريكم. هذا هو بالنسبة إلى الإملاء، عليه 15 درجة. شنو مجاوبين ماما لولا؟ إيش قد تتوقعون درجتكم راح تكون؟ بالنسبة للإنشاء ماما مهم جدا، عليه 30 درجة. الموضوع الأول عن الوطن، وأنا كتبت لكم موضوع عن الوطن وموجود في القناة. اللي كتبت مثله إن شاء الله تاخذ 30 درجة، أو تاخذ إذا كلش 27 درجة. بينما الموضوع الثاني في قلب كل الأشياء ربيع يختلج،
وراء نقاب كل ليل فجر يبتسم. اكتبي قطعة نثرية تتكلمين فيها على الأمل وإرادة الحياة عن الأمل، منطلقة من المقولة السابقة. مع أحلى الأمنيات وتمنياتي أنا الست فاطمة المالكي إليكم بالنجاح الباهر إن شاء الله.